الزمالك بيخسر من اتحاد العاصمة بهدف مقابل لا شيء، والزمالك حرفيا يا جدعان ما جاش الماتش. الزمالك حرفيا ما جاش الماتش. الاتحاد العاصمة رايح جاي رايح جاي، فيها هجمات، في عرضيات، في كروسات، في هجوم على المرمى. انا الزمالك ما شفتوش، يعني الزمالك ما شفتوش. ويجي هجمة 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 هجمة، يعني في الاولها اصلا، في اولها مين يعني انا عايز اعرف، يعني انا مش فاهم ايه ده. يعني خوان بيزيرا خد الكرة، خد وراح مرقص الواد خوان بيزيرا. يا جدعان لعيب جامد الصراحه، فراح وراح جابها في الهدف. يرجع بقى للتشيك فار، مين يرجع في الاول؟ مين بقى بتاع المصايب بتاع الزمالك؟ مفيش غيره حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اللي بيلبس الزمالك ضربه جزاء يعني يعتبر مجانيه، وهي اصلا وهو بيخبط الكرة، خبط الكرة في ايده وبتترد لضربه جزاء لاتحاد العاصمه. بيخش اللعيب بتاع اتحاد العاصمه وبوم بيحطها في المقص على المهدي، على يمين مهدي سليمان، وبتنتهي المباراه بفوز اتحاد العاصمه 1 مقابل لا شيء. ده الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تحطوا اشتراك في القناه وسلام.